اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض بيتزا جميلة جدا اقتصادية من غير ولا لحوم ولا فراخ. هنعملها بحاجات بسيطة مش مكلفة، وأوفر بكتير بكتير من اللي بتشتريها من بره، وأطعم بكتير من بتاع بره كمان. هنا بقى هنعمل الصلصة بتاعت البيتزا. أنا حطيت طماطم وحطيت بصل وثوم، وهولع عليها كده على النار، نار هاديه كده لحد ما تستوي معايا. وبحط لها بقى شويه زعتر ومعلقه كبيره من السكر ومعلقه معلقه صغيره من الخميره، وبسيبها لحد ما تستوي، وبعد كده بضربها في الخلاط. هنا بقى يا حبايبي هنعمل ايه؟ عجينه البيتزا ده كيلو دقيق، حطيت عليه معلقتين كبار من الخميره، وحطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر، وحطيت كيس من البيكنج باودر، ومعايا كيس من اللبن النيدو حوالي معلقتين كبار، ومية دافية للعجن. مبدئيا بقى ما تنسيش بقى تشتركي في قناتي لو انتي اول مرة تشوفيها. يا ريت تنوري عيلتي الجميلة كده وتشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. نقعد بقى نعجن كده في العجينه بتاعتنا كده كويس. وهنا بقى ايه؟ على الرخامه. اسهل عجن ليكي بقى تكمليه يكون على الرخامه، بجد بيديكي نتيجه حلوه جدا. لما بتشيلها كده من الطبقه اللي بتعجني فيها وتقعدي بقى تعجني فيها كده، بتنعم معاكي بسرعه وما بتاخدش منك مجهود، غير لما بتقعدي كده تدي بالبوكسات كده في الطبق اللي بتعجني فيه، بتحس ان هي بتتعبك وبتطول معاكي. لا، الخطوة دي بتبقى جميلة جدا. طبعا لو عندك عجان طبعا هيكون احسن واحسن كمان، بس مش كل الناس عندها عجان. انا واحدة منهم ما عنديش عجان. خلاص خلصتها كده ولميتها. شايفين بقى العجينة بتاعتها بقت ناعمة ازاي؟ شوية زيت بقى كده في الطبق عشان ما تلزقش فيها كده، واروح بقى مغطيها واسيبها تخمر، ونرجع نكملها مع بعض. هنا بقى شايفين جمال العجينة بعد ما خمرت ازاي؟ جميلة وتحفة. معايا بقى الصواني هنا بقى بدهنها من الزيت. هخرج بقى الهواء اللي في العجينة، ونبدأ نشكلهم. هيعملوا معايا الكيلو الدقيق دوت هيعمل معايا 4 بيتزات كبار، يعني 4 بيتزات محترمين. خلاص بقى كده شكلتهم. هنا بقى انا هفردهم نص فردة كده واسيبهم يرتاحوا عشان يتفرد معايا بسهولة، لان انت لو ما سبتهاش ارتاحت كل ما هتفردي هتلاقيها بتلم معاكي في الصينية. لا، نص فردة كده، وهسيبهم بقى حوالي 5 دقايق ولا حاجة ترتاح. العجينة بجد تحفة، والله العظيم تحفة. هنا على فكرة كانت خلاص ارتاحت. شايفين بقى بعد ما ارتاحت بتتفرد معايا بكل سهولة، لا بتلم ولا حاجة، لا بكل سهولة بتتفرد كده في الصينية. هنا بقى شايفين الصلصة اللي انا عاملاها بتاعت البيتزا جميلة جدا. اهم حاجة العجينة وصلصة البيتزا، دول اهم حاجة في البيتزا. يكون طعم العجينة حلو، ويكون
طعم الصلصة بتاعتها حلو. طبعا اللي بيعملوها بالصلصة اللي هي الصلصة الجاهزة دي لا طبعا، يعني استغفر الله العظيم، ما تبقاش حلوة جدا، بيبقى طعمها وحش. لازم تعملي لها الصلصة عندك انت في البيت زي ما انا عاملاها كده، بصل وطماطم وتوم، وبتولعي بقى ربع كوباية مية كده عليهم، وتسيبيها كده ايه تستوي، وشوية زعتر ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة كده من الملح. وبعد كده بضربها في الخلاط، بتبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وطعمها بيبقى حكاية. حطيت بقى هنا بقى ايه على وشها صلصة البيتزا، وحطينا فلفل وطماطم، ومعايا هنا اللانشون ده ايه اللي انا هحطه. احنا مش هنعملها ولا بلحمه ولا بسجق، جبتلكوا ارخص حاجه لانشون. اللانشون مش رخيص، بس جنب اللحوم والفراخ والسجق ارخص حاجه، يعني يعتبر اقتصاديه جدا. وهنحط بقى الزيتون، وهعملهم كلك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا بقى انا هدخلها الفرن يا دوبك تتشمع بسيط، ونرجع نحط لها الجبنه بعد ما تتشمع. يعني مش هنحط الا بعد ما تتشمع زي ما انتوا شايفين كده. هي كده هتعتبر داخله ايه بقى، نص سوا كده. هنحط لها بقى الجبنه ونروح مدخلينها تكمل سواها. وشويه بقى بعد الجبنه ما تسيح كده نروح مولعين الشوايه من فوق. ما تولعيش الشوايه على الجبنه اول ما تدخليها، لان الجبنه بتاعتك هتتلسع منك قبل ما تسيح، فاحنا عايزينها تسيح الاول. شايفين بقى هنا بعد ما خرجتها كده من الفرن، والجبنه بتاعتها ساحت وولعت عليها كده الشوايه دوبك ايه نقطت خفيف. وبعد ما طلعتها كده انا غطيتها حوالي كده دقيقتين 3، عشان البيتزا بتاعتك تبقى طريه كده، ما تبقاش ناشفه. شايفين بقى بجد طريه، بجد تحفه جدا، طعمها حكايه، الجبنه بتمط، خطيره. بجد يعني تستحقي لايكات كتير. يا ريت بقى اللي اول مره يشوف قناتي يا ريت يشترك فيها ويفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.